العاهل المغربي يقرر إعادة النظر في مدونة الأسرة. الأمر هنا لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. في مغرب اليوم لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها. وذكر الديوان الملكي المغربي أن الملك أرسل رسالة إلى رئيس الحكومة عبد العزيز أخنوش تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة ورفع التوصيات إليه خلال 6 أشهر. وهذه أخوتي المغاربة الخدمة ديال من هذه الخدمة ديال وزير العدل، هادشي الاختصاص ديال وهبي وزير العدل، وبكل صراحة ما دار حتى شي حاجة في هادشي. وملي الملك محمد السادس شاف بأن الوزير وهبي ناعس ما داير حتى شي حاجة، صيفط رسالة العزيز أخنوش، يعني فيق وهبي من نعاس. وشحال من خطره كنشوفوا وزارات وقطاعات بعينها ما كيديروش خدمتهم حتى كينغزهم الملك. عندنا مسؤولين ديال النغاز، ما عرفتش انا على سبحان الله العظيم عندنا في المغرب ضروري خص الملك يتدخل. وبكل صراحه ونقولوها نيشان، الملك هو اللي خدام. اللي باغي يكمل دينه مشى للحبس، اللي باغي يكمل دينه تخربت له حياته، اللي باغي يكمل دينه في بيت الزوجيه تزوج مراه تحزات له على الخصه ديالو، اللي بغى يكمل دينه مشات حزات له على البيت ديالو على السياره، اللي بغى يكمل دينه بيت الزوجيه حرمات من الولاد ديالو، اللي بغى يكمل دينه داتو في شكايه كيديه داتو للحبس. كرجل انت دائما مذنب، هذا هو الشيء. الا كتخلص مزيان تجي مليون شهري. كيقول لك هذه ما سهرت الليالي، ما شدت ماستر، ما قرات، ما ركبت الطوبيسات، كتجيها مليون شهريا. وتعالى تشوف السطوريات، القهاوي، الريستوات، الميك اب، التعواج، والعديد من التدوينات والفيديوهات واللي كتقول بأن القوانين واللي أمر بها الملك بتعديلها في مدونة الأسرة هي أولا حصول المرأة على الولاية الكاملة على أبنائها واستخراج الأوراق والسفر معهم بدون إذن الرجل. وفي حالة الطلاق الزوج ملزم بدفع 20% من الدخل ديالو وسيتم اقتطاعه مباشرة من حسابه البنكي. وفي حالة الطلاق يمكن للمرأة والأطفال أن يأخذوا بيت الزوجية إذا كانت الأم هي الحاضنة للأطفال. ونديروا لنا فريدة سيدي هذا الراجل كان ساكن مع أمه، أش غادي يدير؟ إجراءات خطيرة جدا غادي توقع في مدونة الأسرة. مدونة الأسرة جاءت بمقتضيات جديدة واللي كتهم جميع المغاربة، خاصهم يعرفوا هذه المقتضيات الجديدة اللي جات بها. أول حاجة وهو أن الرجل تحيدات للولاية على المرأة، يعني المرأة تقدر دير أي حاجة بدون الإذن ديال راجلها، تجيب الاوراق للدراري، تقدر تسافر حتى لبرا وبدون اذن الرجل، وهذه راه شي حوايج خطيره جدا. ثاني حاجه وهو انه في حاله الطلاق فالرجل ملزم انه يخلص 20% من المدخول ديالو وكتسحب مباشره من حساب ديالو البنكي. في حاله الطلاق ايضا يمكن للمراه انها تاخذ بيت الزوجيه، حيت غالبا الحاضن هو اللي كياخذ بيت الزوجيه، وغالبا القاضي كيعطي الحضانه للمراه. يعني ان الرجل ملزم انه يخرج من الدار واخا تكون ديالو، ملزم انه يخرج من الدار ويخليها للمراه. بالنسبه للحوايج الاخرى وهو ان المراه في هذا القانون الجديد اللي حنايا دابا ساري المفعول على انه اذا تزوجات كتسقط النفقه مباشره على الرجل، ولكن هنا في القانون الجديد اللي غيخرج ان المراه واخا تزوج كيبقى الراجل ملزم عليه انه ينفق. اكثر من ذلك الحضانه ديال الاولاد كتبقى عند المراه واخا تزوج، وبزاف ديال المقتضيات اخرى. السؤال اللي كيتطرح هنايا واش هاد المقترحات ديال الفرق ديال الاحزاب واش هي فعلا كتراعي المشكل اللي واقعين فيه دابا حنايا؟ ما فهمتش انايا هاد المقترحات ديال الاحزاب واش جاءت للمحافظه على الاسره ولا جاءت لتهديم الاسره. الا كان واحد السيد خدام ب 3000 درهم، 3000 درهم عباد الله، خدام 3000 درهم، غتاخذ المراه 20% من الخلصه ديالو اللي هي 600 درهم، وهو ملزم انه يخلص الكرا. الا كان مثلا كريم ملزم انه يخلص الكرا، مثلا نديروا الكرا مثلا 1500 درهم، 1500 درهم على 600 درهم هي 2100. شحال غتبقى لهذا السيد هذا الا بغى يعاود حياته غير يعيش بوحده؟ ما يقدش. هنا ما فهمتش الدوله المغربيه والتوجهات ديال الحكومه فين غاديين، وهاد المقترحات ديال الاحزاب فين غاديه؟ ما فهمتش. واش هاد المقترحات هادي جات باش تبني لنا الاسره المغربيه ولا باش تهدمها؟ واكثر من ذلك حنا دابا كنهضروا على العزوف عن الزواج، انت ملي غادي تجيب هادشي واش باقي شي واحد غادي يتزوج؟
ما كنظنش، لانه راه بزاف ديال الرجال يوليو يخافوا. المهم اخوتي المغاربه، هاد الاخبار دات الروينه مؤخرا، واللي بغيت نقول لكم اخوتي المغاربه هو انه حاليا ما كاين حتى شي جهه رسميه اللي خرجت واكدت هاد القوانين اللي كتروج دابا، وباللي مازال غير مصادق عليها، لان الملك دعا العديد من الهيئات للمشاركه بشكل وثيق في هذا الاصلاح، وكذا رفع مقترحات التعديلات اللي غتخرج بها المشاوره التشاركيه الى النظر السامي لجلاله الملك في اجل اقصاه 6 اشهر، وذلك قبل اعداد الحكومه لمشروع القانون وعرضه على المصادقه في البرلمان. يعني حاليا مازال ما كاينه حتى شي حاجه رسميه. وقبل ما نكملوا بغيت نقول لكم واحد الاحصائيه اللي كشفتها وزاره العدل. سجلات حاليا محاكم الاستئناف 20372 حاله طلاق 2023، وهذا اخوتي المغاربه رقم كبير وكبير بزاف. زائد سجلات المحاكم الابتدائيه 68995 حاله طلاق الشقاق. اما الطلاق الاتفاقي فوصل العدد ديالو 24257 حاله، زيد عليها 6611 حاله خلع. وهاد الارقام اخوتي المغاربه مساهمين فيهم بزاف ديال الحوايج، لا الظروف الاجتماعيه ولا الاقتصاديه ولا المعيشه ولا هاد الاعلام الزين ولا هاد المسلسلات اللي كيشجعوا الفاحشه اللي كنشوفوهم في القناه الاولى وفي القناه الثانيه. عاد زيد واحد المشاهير ديال الانستغرام اللي كملوا البقيه غاديين بهاد الجيل الحاشيه. زائد من الاسباب ديال هاد الارقام هذه ديال الطلاق اللي كتخلع سببها هاد العيشه اللي ولات صعيبه، وكاينين الناس اللي مصعبينها علينا، وهما اللي عارفين علاش مصعبينها علينا، حيت ما عندهمش الربح. انت تكون داخل سوق راسك وتكون عندك مراتك في الدار، وما بغاوك من بار لبار تفسد وتروج لهم الاقتصاد ديالهم، باغيينك انت يا اختي تخرجي للدعاره وتدخلي لهم العمله الصعبه. وحتى من الازواج ما بقاوش كيصبروا مع بعضياتهم، بنادم واحد جوج كتلقاه في المحكمه كيطلق، وحتى الوالدين اللي غادي يديروا للوليدات الراس يقولوا لهم صبروا مع بعضياتكم، حتى هما كتلقاهم كيشجعوا ولادهم على الطلاق. وباقي غادي نرجع لكم في واحد الحلقه خاصه على الطلاق. ودابا ندوزو للموضوع الثاني واللي باقي متشبتين به فرق الاغلبيه في البرلمان. قال لك تخلص 2000 درهم للنهار وما تدوش الحبس. واش عرفتوا اخوتي المغاربه شنو هي 2000 درهم؟ 2000 درهم هي 6 مليون في الشهر، و72 مليون في العام، و140 مليون في العامين. 140 مليون هادي راها دار تجاريه وفي موقع مزيان، كري الكراجات وكري الدار اللي الفوق، وسكن انت في حالك في الطبقه الاخرى، والقايد ما هوش في حالك. سمعوا هذه مزيان ودخلوها لدماغكم. راه السجين في الدول المتقدمه كيطوع وكيستافد منه المجتمع. هنا في المغرب باغيين يحلبوا منه، باغيين يحلبوا من السجين الفلوس مقابل حريته. ودابا سيدي حنا غنمشيو معكم بعيد، نديروا هذا القانون تحط على ارض الواقع ورجعنا خدامين به في المغرب. نديروها سيدي اخنوش تبتات عليه بانه ربح لا اخلاقي ديال 17 مليار على ظهر الشعب. دخل سيدي للمحكمه وحكموا عليه بعامين. حنا سيدي الحبس ما نبغيوهش ليه، قدر الله وحكموا عليه بعامين. من 17 مليار حيدوا 140 مليون. شحال غادي تشيط الاخنوش؟ ايوا حسبوا نتوما، ايوا حسب انت السي موهبي، انا الحساب معاك تلف ليا. راه كل شيء غادي يبقى عنده ربح. راه في حالات القوانين كتشجعوا بنادم على الاختلاس، وحتى من هذوك اللي ضربوا الفلوس من هذه شحال وهربوا كتشجعوهم باش يرجعوا للبلاد ويفاسروها ويرجعوا عاوتاني يديروا في البلاد ما بغاو. دابا على هذا الحساب بنادم ينوض يضرب شي 800 مليون ويشري حبسه ويخرج يتبرع باللي بقى. واش دابا هذه هضره عندك السي الوزير؟ هذا هو الاقتراح عندكم. انا اللي فهمت من وهبي باللي الدوله مؤخرا رجعت باغيه تستثمر في الجريمه، حتى الجريمه باغيين يربحوا منها، ولكن الحكومه اللي طلعت بالتبلطيج وطلعت بمن تحتها شنو غادي تسنى منها؟ تسنى منها كثار من هذا الشيء. دابا السيهم وهبي على هذا الحساب هذيك من تحتها غادي تولي من فوقها، غادي تولي عين بين. سير على الله وهبي، راك غادي في الطريق الصحيح، ضم صوف الشعب كيف ما بغيتو.